بصي يا ست الكل، الوصفة النهاردة سهلة جدا وكمان موفرة جدا جدا جدا. مكونين بس وهتعمليها في البيت ان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة ومش هتبطلي تعمليها. هاتي كيلو من الحليب، يكون بس حليب بلدي وكامل الدسم. اغليه، اول لما يغلي معاكي طفي عليه بقى النار كده وسيبيه يدفى معاكي، يكون زي دمعة العين او ان انت تحطي صباعك كده تلاقيه دافي معاكي مستحملاه. هاتي كوباية زبادي بلدي او اي نوع زبادي. ممكن تحطي كوباية زي ما انا حطيته، ممكن تحطي 3 معالق كبار كده مليانين على جزء كده من الحليب. دوبي الاول الزبادي كويس جدا وبعد كده ضيفي بقية الحليب. اهم حاجة تدوبي الزبادي ما يكونش ليه اي اثر. دوبيه كويس جدا في شوية حليب وبعد كده زودي بقية الحليب اللي عندك. هنحطه بقى في كوبايات او طواجن. عايزه اقولك موفر جدا. شوفي بقية الخطوات عشان ينجح معاكي. لازم تعملي خطوات كده معينة بسيطة عشان يطلع معاكي ناجح. هنا معايا الطواجن. هحط بقى، عايزة اقولك الطاجن من ده بمقدار كوبايتين من اللي احنا بنجيبهم جاهزين. فشوفي بقى كمية التوفير اللي انت هتعمليها. ممكن تحطي بقى اي حجم كوبايات زي ما انت عايزة. هنا صينية وهرصي فيها الزبادي بتاعي وما تغلطيش الغلطة بتاعتي وتحطي مية سخنة. حطي مية دافية كده بمقدار كوبايتين مية، يا دوب تغطي ربع او نص، اقل من نص حجم الطواجن من بره. اهم حاجة ان المية ما تخشش جوه الطواجن او الكوبايات. وغطيها بفوطة ودخليها بفرن يكون دافي على درجة حرارة 180 درجة، وتفيه قبل ما تدخلي الزبادي لمدة 6 ساعات، وبعد كده حطيهم في التلاجة وكليهم وبألف هنا وشفا.